وصلت فرنسا لنهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بسبب 3 أهداف ماركاهم كيليان مبابي اللاعب الفرنسي من أصول كاميرونية جزائرية، أي أنه إفريقي 100%. الأب كاميروني والأم جزائرية، ولكن غتفاجأ ملي غتعرف أن 90% من هذا المنتخب هم من أصول إفريقية 100%. وهنا غيكون المنتخب الفرنسي دليلا واضحا على الوجه الآخر لفرنسا العظمى، دولة الاحتلال اللي مارست الطغيان ونهبت وسرقت إفريقيا لسنين وعقود طويلة 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 جدا، وما كفاهاش أنها تسرق ثروات إفريقيا الطبيعية وتخليهم فقراء جياع مشردين ومرضى، بل أكثر من هذا أنها سرقت مواهبهم وشبابهم المتفوقين والمميزين. واليوم غنعرفوا كاملين الوجه الآخر والمرعب لفرنسا المرعبة، السارق الأكبر والأعظم في تاريخ إفريقيا كلها، ومصاص دماء الأفارقة الفقراء. واليوم أنا ما كنتكلمش بناء على رأينا الشخصي، ولكن على لسان جيرانهم وشركائهم الإيطاليين، رئيسة وزراء إيطاليا اللي فضحتهم عالميا وفضحت قدارتهم وأفعالهم المخزية في احتيال الدول وسرقتها. وهنا غنتكلموا عن حقيقة الفرنك الفرنسي المرعب. واش عرفتي أن فرنسا كتجبر 14 دولة إفريقية باش تستخدم عملتها الفرنك الفرنسي وتستعملها كعملة رسمية لهم؟ وبموجب هذه الاتفاقات والقوانين الدولية يحق لفرنسا التحكم في الاقتصاد هذه الدول والسيطرة عليها بشكل شبه كامل. وهذا الشيء قالته ووضحته رئيسة الوزراء الإيطالية بنفسها. كيخدموا الالاف ديال العمال الافارقه في المناجم في دولتهم الام اللي تزادوا فيها وكبروا فيها كعبيد لفرنسا. وتخيل معايا ان هناك ملايين ديال الاطفال والعمال في دول افريقيه كبوركينا فاسو كيخدموا في مناجم الذهب والفضه مقابل غذائهم اليومي، مقابل داكشي اللي كياكلوا في النهار، والساعات اللي كيخدموا فيها كتجاوز 15 ساعه يوميا. وكيموتوا الكثير منهم بسبب ضعف التغذيه او بسبب الاخطار اللي كتكون في العمل. وبموجب القوانين الدوليه بين هذه الدول الافريقيه فرنسا كتبيع كاع هذاك الذهب والفضه وكتاخذ عموله كتجاوز 20%. وبالاضافه الى هذا الشيء كتاخذ عموله على العموله ديالها اللي كتوصل 50%، وكتجبر وكتخلي الاطفال والعمال يخدموا عندها بشكل شبه مجاني، وكتاخذ ثروات هذه الدول وكتصدرها 70% من ايرادات الذهب والمناجم وثروات هذه البلد، وكتخلي هذا الشعب جيعان وكيعاني من المجاعات. وهذيك الثروه الكبيره الذهب والفضه اللي كيجبدوه العمال والاطفال الافارقه من تحت الارض واحد الثقب ضيق والاخطار ومخاطرين بنفوسهم كيتم تصديره من طرف للام فرنسا، والاموال كتدوز للخزينات فرنسا. وكيقول لك علاش الافارقه كيمشيو لاوروبا؟ الحل لعيش حياه كريمه ليس اخذ الافارقه ونقلهم لاوروبا، بل الحل هو تحرير افريقيا من بعض دول اوروبا وتخليهم يعيشوا حياه كريمه بثرواتهم واموالهم. ثم من بعد يظهر رئيسهم هذا على التلفاز وكيدافع عن حقوق المثليين وكينتقد وكيهين المسلمين اللي دائما كيظهر معدنهم الخيري في كل وقت وحين. وعدد المشردين في كاع الدول العربيه لا يتجاوز نصف عدد المشردين في فرنسا بوحدها، وهادو هما اللي كيقول لك حنا كندافعوا عن الحريه. كيسرق وكيقتل وكينهب. ورئيسه الوزراء الايطاليه فضحات خطه فرنسا لتدمير ليبيا. باللي كانت كتحاول فرنسا انها تبين دعمها للثوار في ليبيا وخوفها عن الحريه. كان الهدف الوحيد ديالها هو تدمير ليبيا من اجل مصالحها الدنيئه. ورئيسه الوزراء الايطاليه فضحت داكشي اللي دارته فرنسا في النيجر. فرنسا تقوم بسرقه النيجر لاناره المنازل وتشغيل المصانع وصنع امبراطوريتها الصناعيه، و90% من سكان النيجر كيعيشوا بدون كهرباء. الافارقه كيهاجروا افريقيا بسببكم، والحل كما قلت ماشي الافارقه خاصهم يمشيو لاوروبا باش يعيشوا حياه كريمه، ولكن الحل الحقيقي هو تحرير إفريقيا من أوروبا.